السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم مطبخ روعة، وعواشركم مبروكة إن شاء الله تدخل عليكم بالصحة والسلامة وأطيب المتمنيات يا رب. فاليوم إن شاء الله ضمن تحضيرات حلويات العيد غادي نشارك معكم حلوة من أجمل وأروع الحلويات الشمالية، حلوة الكاوكاو أو الحلوة بالسبنية أو البيان، عندها بزاف ديال الأسماء، واللي تعتبر من الحلويات العريقة والأصيلية الشمالية، محبوبة ومعشوقة الملايين، تتجي هشيشة بزاف وتدف في الفم وبمكونات اقتصادية وبسيطة، ومن أسهل الحلويات اللي ممكن توجدي في هذا العيد. فعلا تستحق التجربة ديالكم. فإذا خليكم معايا حتى نهاية الفيديو باش نشوفوا المقادير وطريقة التحضير وأيضا طريقة الاحتفاظ بها، وما تنسونيش من لايكاتكم وتعليقاتكم الزوينة. في المكونات غادي نحتاجو 250 غرام من الكاوكاو، أنا استعملت كاوكاو البلدي، مع 150 غرام سكر كلاصي، مع 500 غرام من الدقيق، معلقة صغيرة من القرفة، مع 250 ملي من الزيت النباتية، والقليل من الملحة. فعلى بركة الله، كأول خطوة خديت هنايا 250 غرام من الكاوكاو اللي سبق لي وحمرته من قبل في الفران وخليته حتى برد تماما، وقشرت النص ديالو والنص الاخر خليته بالقشره باش يعطيني مذاق ولون زوين الحلوه ديالي. وغادي نطحنه في الطحانه مزيان حتى نحصل على خليط ديال الكاوكاو بهذا الشكل هذا، مطحون وما فيهش داك الطريفات ديال الكاوكاو، وغادي نخليه على جنب. في واحد الاناء غادي نوضع 250 ملي من الزيت النباتيه، ثم غادي نضيف لها 150 غرام سكر كلاصي او السكر الناعم. فاللي ما توفرش عندها السكر كلاصي ممكن تاخذ سكر سنيده وتطحنو مزيان وتغربلو وتخدم به عادي، مع معلقه صغيره من القرفه واللي تعطي لهاد الحلوه واحد المذاق واللذه فعلا روعه، والقليل من الملحه لتعديل الذوق في الحلوه ديالنا. صافي غادي نخلط المكونات مع بعضياتها مزيان بالطراب اليدوي حتى ينسجموا العناصر مع بعضياتهم ويذوب داك السكر كلاصي والقرفه ويتعلكم مع الزيت مزيان بهذا الشكل هذا. من بعد غادي نضيف الخليط ديالي داك 250 غرام ديال الكاوكاو اللي سبق لي وطحنته معاكم. فكيف ما تلاحظوا معايا مطحون مزيان وما فيهش داك الطريفات ديال الكاوكاو نهائيا، باش نحصل على خليط اللي تيكون ناعم وتيذوب في الفم. وصافي تنبقى تنخلط مزيان حتى ما تبقاش تبان ليا حتى شي كويره ديال الكاوكاو، وتيتعلق هذا الخليط على هذا الشكل هذا. ومن بعد غادي نبدا تنضيف الدقيق تدريجيا شويه بشويه حتى تيتجمع الخليط. ومن الافضل دائما في الحلويات ديالكم بقاو تستعملوا دقيق يكون من نوعيه ممتازه باش تحصلوا على نتيجه افضل في الحلويات ديالكم. صافي حتى تنحصل على عجينه متماسكه ورطبه، فاش تنقيسها بيدي ما تتبقاش تلصق بهذا الشكل هذا، وفي نفس الوقت فاش تنبغي نشكل منها الحلوه ما تتبقاش العجينه تتفرتت وتهرس ما بين يديا. ومباشرة غادي نبدا تنشكل في الحلوة ديالي هكذا أصابع طويلة ورقيقة، ما تتكونش كبيرة بزاف، حيت الحلوة فاش غادي ندخلها الفران غادي تزيد تكبر، واخا ما درتش فيها لا خميرة الحلويات ولا حتى شي محسن خاص بالحلويات، فهي راها تزيد تكبر ويتضاعف الحجم ديالها. فكيف ما تتشوفوا معايا انا تنشكل اصابع رقيقة ومتساوية الحجم، وصافي تنوضعها في صفيحة الفرن اللي مدهونة بالقليل من الزيت او مفرشة بورق الطبخ، وتنخلي ما بين حبه وحبه واحد المسافه باش تلقى الحلوه مجال في الفران فين يضاعف الحجم ديالها وما يتلصقوش مع بعضياتهم ويتخسر الشكل ديالهم. وهنا تيبقى لكم الاختيار، بغيتو تشكلوها هكا على شكل اصابع او تشكلوها مدوره حتى هي تيجي الشكل ديالها زوين، فتيبقى لكم الاختيار. صافي فغادي نستمر بنفس الطريقه حتى نسالي الكميه كلها اللي عندي. فمن بعد ما ساليت الكميه كلها اللي عندي غادي ندخل الحلوه ديالي للفران اللي تيكون سخون من قبل، غير تندخلها تنقص عليها العافيه، وغير تنشوفها تشقات وخدات لون مذهب وموحد صافي تنخرجها من الفران. وهذا هو الشكل ديال الحلوه ديالي من بعد ما خرجتها من الفران. فكيف ما تشوفوا معايا تجي مشقه واللون ديالها محمر ومذهب وتيزيد يضاعف الحجم ديالها. فبالنسبه للتزيين ديال هاد الحلوه غادي نحتاج سكر كلاصي سبيسيال، وغادي نحتاج هاد الوريقات اللي تيكونوا خاصين بهاد الحلوه ديال الكاوكاو، واللي الثمن ديالهم جد مناسب، دايرين 10 دراهم الباكيه، واللي متوفرين في المحلات الخاصه ببيع لوازم الحلويات. صافي خديت هنايا السكر كلاصي سبيسيال وضعته في واحد الصفايه،
وغادي نبدا تندردر عليها السكر كلاصي من الفوق. وكنصيحه فاش تخرجوا الحلوه ديالكم من الفران ما تحركوهاش نهائيا مصافحه الفرن حتى تبرد تماما، حتى تكون مازال سخونه وهشيشه ودغيا غادي تهرس ليكم وتفتت. فانا خليتها حتى بردت تماما عاد هزيتها. وهاد العمليه ديال السكر كلاصي ما ديروهاش حتى تبرد لكم الحلوه تماما باش ما يتعجنش السكر كلاصي من فوقها ويخسر لكم الشكل ديالها. صافي غادي ناخذ هنايا هاد الوريقات ديال الحلوه، هاد الجهه اللي تتكون مطروزه هي اللي تتجي من التحت. تناخذ الحلوه وتنوضعها في الوسط، وتناخذ هاد الطرف ديال الورقه وتنطويه على شكل مثلث وتلفو على الحلوه، وتناخذ الطرف الثاني ونشكلو حتى هو بنفس الطريقه. وصافي غادي نجمع ليها الجنيبات على هاد الشكل هذا. فكيف ما تتشوفوا معايا الشكل ديالها تيجي رائع بزاف بزاف. وصافي غادي نحطها على جنب. فغادي نعاود وحده اخرى معاكم. تناخذ الحلوه وتنحطها في الوسط ديال الورقه، ودائما الورقه الجهه المطروزه هي اللي تتجي من التحت. وتنجيب الطرف ديال الورقه وتنطويها على شكل مثلث ونلفو على الحلوه، وناخذ الطرف الثاني ونشكلو حتى هو بنفس الطريقه، ونجمع عليها الجنيبات كيف ما موضح في الصوره. فهاد الحلوه تتجي رائعه ولذيذه في نفس الوقت سهله، ما فيهاش شي تعقيدات ولا كثره المكونات ودغيا تتوجد. ممكن توجدوها حتى لاخر لحظه، فراها تتجي هائله وتتستحق التجربه ديالكم. وما نقولش لكم على واحد الريحه خارجه منها، داك المزيج ما بين القرفه والكاوكاو يا سلام فعلا روعه. فبالنسبه للناس اللي ما تيبغيوش المذاق ديال القرفه فغير زعموا عليها واستعملوها، فراها تعطي واحد البنه ولذه رائعه لهاد الحلوه وتتواتى بزاف مع المذاق ديال الكاوكاو. صافي فغادي نستمر بنفس الطريقه حتى نسالي الكميه كلها اللي عندي ونرجعوا من بعد باش نشوفوا الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال حلوه الكاوكاو الشماليه او الحلوه بالسبنيه. فكيف ما قلت لكم في الاول هاد الحلوه عندها بزاف ديال الاسماء، فانا شاركتها معكم بطريقتها الاصليه. فكيف ما تتشوفوا معايا تتجي هشيشه بزاف وتدب في الفم ولذيذه ورائعه شكلا ومذاقا، وخصوصا فاش تنقدموها مع كاس ديال اتاي مغربي فما نقولش لكم تتجي روعه. وحتى طريقه التحضير ديالها كيف ما شاهدتوا معايا بسيطه وسريعه وبمكونات اقتصاديه ومتوفره في كل منزل، فعلا تستحق التجربه ديالكم. فبالنسبه لطريقه الاحتفاظ بها تنوضعها في علبه وتنغلق عليها مزيان وتنحطها غير في بلاكار في المطبخ ما فيهش الرطوبه بزاف، فراها تتبقى لمده طويله وكل ما طولت فكل ما تزيد تلذذ اكثر. وهاد الحلوه ما تنحطوهاش نهائيا لا في مجمد ولا في الثلاجه، حيت اي حلوه عندنا فيها سكر كلاصي وتندخلوها المجمد فتيذوب السكر اللي عليها وتيخسر الشكل ديالها من بعد. وهكذا غادي نكون وصلت معكم لنهايه الفيديو. تنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم وتجربوها ان شاء الله وتشاركوا الوصفه مع العائله والاصدقاء. وما تنساوش تخليو لي لايكاتكم وتعليقاتكم الزوينه، وبارطاجيو الفيديو في جميع مواقع التواصل الاجتماعي ديالكم باش تزيد تكبر العائله ديالنا. فشكرا على حسن المتابعه، والى اللقاء مع وصفه وفيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.